تعالوا نعمل مع بعض باستا كون لاساردي دي ميسينا او باستا بالانشوجه والسردين من مدينه ميسينا. ازيكم احلى ناس في العالم، انا عمرو حلمي والنهارده جاي اعمل لكم وصفه ايطاليه اصليه تجنن من مدينه ميسينا اسمها باستا كون لاساردي دي ميسينا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باستا بالانشوجه والسردين من مدينه ميسينا. الوصفه دي تحفه، انا دقتها اول مره هناك لان دي اول مدينه عشت فيها في ايطاليا وحبيتها جدا جدا جدا، فالنهارده قررت افتكرها معاكم وافتكر الاكله دي واعلمها لكم. يلا بينا اقول لكم المكونات. في الوصفه دي هستخدم باستا سيتشيليانو الشكل الفوسيلي والباستا مصريه بوصفه ايطاليه. سردين مفتوح من الظهر ومتنضف الشوك بتاعه متشال الراس والديل، انشوجه، عصير طماطم، ميه متدوب فيها زعفران، صلصه، بصل، زبيب منقوع في ميه دافيه، صنوبر ني، شبت، فلفل اسود، ملح، جوز الطيب، دقيق لتعفير السردين، وزيت زيتون. يلا بينا نبدا. اول خطوه في الوصفه دي هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها ان احنا هنتبل السردين ونعفره بدقيق وملح وفلفل. هاخد الدقيق في طبق تاني عشان ما استعملش كل الدقيق ده. الطبق ده بالمناسبه انا اشتريته من ايطاليا من مدينه ميسينا، معمول وممضي عليه الفنان اللي راسم عليه واللي صنعه. بصوا الطقم كله ده انا بحبه جدا وكنت مستني الوصفه دي اعملها عشان استخدم الاطباق بتاعت الفنان ده. حطيت فلفل وملح، سخنت الطاسه هنا واحط فيها زيت زيتون كتير عشان احنا عايزين ايه، نقليها كده اهو في زيت الزيتون. هناخد السردين اللي نضفناه ده وهنعمل ايه، هنعفره كده اهو في الدقيق وبعد كده نسيبه على جنب. دلوقتي هعمل ايه، هقلي السردين الجميل المتعفر ده في زيت زيتون عميق. ايوه ينفع نقليه في زيت زيتون بس ما نعليش قوي درجه حرارته عشان ما نحرقوش ونفقد قيمته الغذائيه. بصوا السمك كده استوى وبقى يجنن. هحطه على مصفى وتحتيها منديل وهوريكم الخطوه اللي بعد كده. في ميه مغليه هحط ملح وبعدها الباستا الفوسيلي من سيتشيليانو. هسيبها بالظبط 7 دقايق وبعد كده هستخدم الميه بتاعتها في الصوص. دلوقتي هنعمل الصوص اللي هو بسيط جدا، عباره عن زيت زيتون. هندبل فيه البصل مش كتير. بعد ما البصل يدبل شويه هنزل له انشوجه، والانشوجه دي على فكره مع التقليب هتختفي في الصوص بس هتدي طعم خطير. وبما ان الوصفه دي بتعبر جدا عن مدينه صقليه، لان مدينه صقليه كان فيها تجار عرب كتير جدا وخدوا مننا الصنوبر وخدوا مننا الزبيب وخدوا مننا كمان جوز الطيب اللي في نفس الوصفه دي. احط الزبيب، احط الصلصه وبعد كده الصنوبر وشويه عصير طماطم قبل ما الصنوبر يتحرق. دلوقتي هجيب السمك السردين بعد ما اتصفى من الزيت بس لسه عليه الكراست بتاعه الدقيق. هيعمل ايه ده في الصوص لما فتفته كده بايدي؟ الدقيق اللي موجود في الطبقه الخارجيه بتاعه السمك هيعمل لنا، هيربط لنا الصوص بتاع الطماطم ده. يلا هوريكم بعد ما فتفت السردين جواه. هنزل بقى على الصوص ببق من ميه الباستا لان هو تقل جدا واحنا محتاجينه ان هو يخف بس ما يخفش قوي عشان النشا اللي في ميه الباستا هتقله تاني. بصوا الحلاوه، شكله يجنن. هننزل عليه بايه؟ هننزل بالميه المدوبه في الزعفران، شبت، واخيرا جوز الطيب. هنطلع الباستا وننزلها دلوقتي على الصوص بعد ما نقلبه. بصوا بقى نزلت الباستا على الصوص، هبتدي ان انا اقلبهم. بصوا المنظر، شكلها يخبل. انا عايز اكلها حالا وهاكلها حالا. هقدمها في الطبق ده وبعدين اوريكم احط السردين ازاي فوقيها. هنحط السردين على الباستا من فوق اللي قليناه في الاول، وهنحط نقطه زيت زيتون كده اهو عشان ايه، نلمع الباستا. الايطاليين بيقولوا على زيت الزيتون هو البارفان بتاع الباستا. واخيرا نقطه شبت. عملنا احلى باستا كون لاساردي او باستا بالسردين والانشوجه من مدينه ميسينا في ايطاليا. باستا تجنن وجديده علينا جدا بس بجد تحفه. جربوا الوصفه دي، اعملوا لي منشن انا وسيتشيليانو لو عجبتكم. هنشر لكم كل التطبيقات في الستوريز. وبالف هنا وشفا.